الجديدة في مجال التمثيل والكوميديا. فرحة في كل بيت، مسرحياته كل سنة لازم نحضرها. ضحكتنا ما تفارقنا إذا شفنا أبو محمد. وسعيدين بتواجدك وتقبل الله طاعتك وينعاد عليك بالصحة والعافية. ورمضان نقول ما يحلى إلا بشوفتك عبر شاشة تلفزيون الكويت. ليش معصب؟ معصب ما ناطر ديباج انت قول. ما عجبتك ديباج. اول شيء انا دايم سوالف المغالب هذه. اول شيء انا مش رائد، انا فنان من هالفنانين الرواد كبار وتعلمنا منهم. انا من هالجيل اللي جيل ورا جيل يتوارث هالمهنه الجميله. وكل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر، مشكور على هالمقدمه هذه. ورمضان ايضا حلو في تواجدكم، وان شاء الله ان نكون ضيوف خفاف عليكم. تقبل الله طاعتك ابو محمد. وايضا عندنا مخرج له اسم كبير في جميع الاعمال من خلال البرامج، وايضا العديد والعديد من الاعمال اللي شفناها على شاشات تلفزيون وقنوات عربيه. ايضا الاستاذ والمخرج جابر الحربي. صراحه بالمقدمه حصلت قالت مدربني، قلت ما يصير. الله يسلمك. والله مدربني، والله مدربني وانا كبرت وهو ما كبر ما شاء الله. فانا وايد متاثره من الموضوع. يعني بينا تنظلون انتم تحسدون بغير. الله يسلمك. لا مشكورين على الاستضافه ومبارك عليكم الشهر، وانا سعيد بوجودي معاكم. وطبعا حصه مذيعه وشيخه المذيعات، ومن هلا لاعلى ان شاء الله تستاهلين. لا ان شاء الله ثمره تدريبك طلعت بشيء زين. اكيد انت دائما كنت مميزه ولا زلتي وراح تكوني مميزه. دربني انا زين استاذ جابر. انت استاذ ومميز والله يوفقك. وين ما عاد هذا جهراوي. لا بعدين انت الحين الحس حق حصه عشان انها بيضه. انا عندي بعد شيخه المذيعات ايمان نجم. اي تحيه لها زميلتنا ايمان نجم، يعطيها الف عافيه. والله كلهم فيهم الخير والبركه ان شاء الله. كلهم فيهم الخير والبركه. ابو محمد يمكن انا يعني متلهفه من زمان اني اشوفك واقعد معك واسولف وياك، وادري الساعات ما راح توفي واللقاءات ادري تمر بسرعه، لكن امانه يمكن اول شيء اقول لك اياه ان صرت مثل ما نقول هرم مسرحي يقتدي في كل مسرح شباب عندهم طاقات وقوة، يحاولون، عندهم محاولات ومبادرات جميلة أن يقتحمون عالم المسرح ويكون لهم استمراريتهم مثلك وشرواك. لكن ترد نقول أن المسرح يختلف عند طارق. ليش؟ والله الناس تشوف اول شيء هذه مثل ما قلت لك هذه عجله، يعني جيل يجي ورا جيل، جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، ومن حق الاجيال او الشباب مثل ما انا خذيت دوري وخذيت وقتي وللحين ما خلص وقتي. بسم الله علي. بسم الله عليك، الله يعطيك الصحه. في شباب من حقهم يطلعون. مسرح طارق يمكن مميز، ومسرح طارق مثير للجدل. هذه مشكله ومعضله عند ناس وعقده عند ناس. يمكن جوي انا مثير للجدل. اي لا، وفي علامات استفهام كبيره. شنو سر حب الناس لمسرح طارق؟ رغم ان بساطه يهاجموني. طارق يقول وطارق يشيل وطارق مش عارف ايش، واحنا ما نخلي عيالنا. لكن الحمد لله انا دائما الامس الواقع. نعم. يعني اليوم انا هم ارد واقول احنا في مسرحنا لنا قطات مثل الكبار، نجومنا الكبار الله يطول عمرهم. واللي توفاه الله يرحمه ويغفر له. هذه قطات الكوميديا، القفشات، الاساليب الكوميديه هذه موجوده في مسرح كوميدي. الدراما لها جو ثاني. الناس في بعضهم تخلط. ايوه الكوميديا فيها الهزل، فيها السخريه، مو من بعض. المسرح الساخر، القطات هذا ايضا عندنا مواضيع، بس في ناس في رسائل معينه توجهها من خلال مسرحياتك. نعم. مشكله الناس على قولتهم انت لو تسوي 99 يعني 90 شغله 100 شغله 200 شغله حلوه يشوفون لك واحده. قال لك الحين طارق شوف تكلمت على التطرف، تكلمت على الطائفيه، تكلمت على هذه، يكتبون ثاني يوم طارق يتكلم. صارت الاحداث الاخيره وانا ارفع العقال لصاحب السمو امير بلاد اللي وأد الفتنه، ابو ناصر الله يطول عمره وترحم على شهدائنا الابرار في الحادث الاخير اللي طلع ما استفادوا شيء اللي سووا، بالعكس احنا نقول لهم مشكورين ان انتم وحدتونا اكثر. اليوم القائد الانساني الشيخ صباح الاحمد الله يطول عمره وسمو ولي عهده الامين واهل الكويت
كلنا تضافرنا الحمد لله. وجبهه واحده. هذا اللي كنت اتكلم عنه في المسرح. حلو. هم بعضهم يقول لا انت تسخر، طيب انا قد قطعت لكن انا لي هدف ولي معنى اقوله في حلو. دورك ابو محمد كفنان محبوب من شريحه كبيره من الشباب وايضا الكبار الكل الرجال يحبك حلوين. والصغار ان شاء الله عسى الله يحفظهم. دورك شو تقول في هذه الحادثه؟ شنو الرساله تقدمها للشباب اللي قاعد يتابعك الحين؟ احنا طبعا احنا رسائلنا واضحه يمكن نقدمها بشكل كبير، لكن اليوم سمو الامير اعطانا رساله اقوى من كل شيء. نعم. اليوم لما يعرض نفسه للخطر واول مسؤول يجي ويدش الموقع هذه الرساله. احنا رسائلنا اليوم ايضا نوجهها ونوعي الناس. اليوم التطرف هذا والطائفيه واللي شنو جاي من وراها؟ نعم. ما وراها الا الفتنه وخراب. شوفوا الدول اللي برا الحمد لله وتعلموا، لكن الحمد لله الحمد لله على النعم. الحمد لله ربي لك الحمد. اكيد. ديرتنا لو يسوون ما يسوون احنا الكويت كويتيين. ما في. المخرج جابر الحربي متاثر بالموضوع. جايبين له شاي الضحى احنا. متاثر. طبعا لا وجه تحيه. امانه استاذ جابر، انت هم بعد تاثرت وكان لك اكيد رده فعل كونك انت يعني اعلامي قدير مخرج، اكيد في بعض القضايا احتكاكك في بعض الشباب. حصه الحين اكرمك الله. ترى هذا تمر من شاي الضحى. هذا نقصه جايبينها لكم. هذا جايبها الفنان ابو حمود طارق العلي لنا بالبرنامج كاهداء، فنشكرك على كلامك ابو حمود وهذا مو غريب عليك. استاذ جابر قبل ما تقول كلمه، في رساله من زملائنا محمد الكندري يوجه لك سلام، والمعد من الامارات خالد الشمري يوجه لك سلام خاص. والنعم راح المانيا. راح المانيا. فجابر شنو موضوعك في او شنو الرساله تقدمها من خلال هذه الحادثه اللي طبعا الحمد لله على كل حال. وطبعا اللي صار بالكويت مو شيء بسيط، يعني فاجعه، لكن مثل ما ذكر اخوي الفنان طارق العلي، حكمه والدنا الشيخ صباح وسمو ولي العهد والحكومه اللي احنا تحت ظلها وتحت رعايتها، يعني كان تصرف حكيم. وكل اللي صار ان شاء الله هذا عباره عن فتنه، وان شاء الله انطفت هالفتنه، واللي صار وحد الشعب الكويتي اكثر، واحنا كلنا اخوان واهل، ما في فرق بين اي كويتي، والله يرحمهم جميعا اللي توفوا شهدائنا. تربطكم علاقه ما شاء الله وثيقه من زمان ومن سنين. بتفطر عنده. اي والله الله لا يغير. والد الله يحفظهم. بيتك حبيبي. اي الله لا يغير عليكم هالمحبه، وتعاونتوا باعمال طلعت وايد ناجحه بشكل وايد حلو، منها الكوميدي ومنها بعض الاعمال اللي تعودنا عليها برمضان. يعني طلعتوا باعمال ناجحه، لكن في فتره من فتره يعني ابتعدتوا في فتره من الفترات، يعني الله لا يجيب الزعل ان شاء الله ودوم علاقتكم. بس ليش ابتعدتوا شوي عن بعض؟ احنا ما ابتعدنا، جابر ايضا التزم في قناه فضائيه وخذت وقته كله. الامانه. وبالعكس جابر متواصلين معاه. يمكن ساعات احنا يكون ربع بس يصير شلونك مع جابر بالشغل؟ تسمع كلامه؟ اي والله عصبي لا يغرك. شفتي هذا الانسان الوديع؟ عصبي؟ شنو؟ صدق؟ يا بس كل هذا احنا ما كان يعصب عليك. لا بس نركض وراه. بس منو اللي عرف له؟ زيونه بنته. اي الله يخليها له ان شاء الله. يدق على بنته، يس بابي قلت له من جبره. وينك من زمان بابي ها؟ اي والله. لا عصب. بعدين انسان بروفيشنال. مشكور. يحافظ على شغله، امين في شغله، ما يكروت. اي مو هذا كان يذبحني. اشتغلتوا معاه. انه ما يسلق. لا وين. بعدين يعني احنا ساعات نقول له جابر خلاص الوقت طول خلينا نمشي. جابنا يومين نصور بروفات. هذا وسع صدرك. طبعا احنا بفضل الله يعني يمكن هذا الموضوع من اوائل الناس اللي يشتغل مواضيع نفس سيلفي. نهني اخوي ناصر الغصبي على نجاحه، لكن احنا هالمواضيع ايضا طرحناها ب4 اجزاء. وسع صدرك، طول بالك، قرمش. فايضا اليوم اخونا ناصر نهنيه. اي والله الله يجزاه خير على هالنجاح ان شاء الله. اتمنى والله يحفظه يا معود من الشر. فجابر عصبي. حلو. عصبي. وفي بعد نقطه يمكن انا بحب انوه عليها، ان احنا عايشين عشان ان نشتغل ويصير عندنا جزء من حياتنا. يعني هو اذا اشتغل عمل يكرس حياته ووقته وجهده لهذا العمل. يعني هذه نقطة بأمانة أنا أحس إنه يصير مخه ما في إلا هذا العمل وإنجازه. مشكلته ما لقى تقدير لا مني ولا مني.
عاد انتم فهموا لا مني ولا مني. عاد الحين خلاص عم تغطي. هذا موضوع ثاني. هذا موضوع ثاني باسرار. حلو. لا هو في ناس تجتهد في العمل ويحس بخاطره انه ما يلقى تقدير، إيه. يعني يهمش زين، بس هذا الشاطر اللي ما تعرفون عنه ما قعد على الاخراج بس، طيران ما شاء الله. كابتن طيار. اي طيران. لا رحنا له البيت قاعد جاب جهاز، يلا بسوق طياره طارق، وين قال؟ مجنون صاحي والله، وقعدنا عن جهاز ويسوي شيء، والله سقنا طيارات كثر وسبه. نعم. في معلومه وايد حلوه الاستاذ جابر الحربي انه راح يكون لك ان شاء الله عمل افتح يا سمسم. نعم. راح يكون في شهر 9 ان شاء الله. ان شاء الله في 14/9 اول يوم دوام رسمي دراسي راح يعرض العمل. بس يقولون انتاج وايد ضخم. انتاج ضخم، اي نعم، انتاج ضخم عباره عن 28 حلقه. ليش ما شاركت وياه بالعمل؟ انتاج ضخم وكبير يعني. ما قال تعال لك؟ افتح في ملسون، انا شخصيه ملسون. انا اي كنت والله افتح يا ليش ما سمسم. شاركت؟ زين اي والله شخصيه ملسون. زين في شخصيات جديده معك بالمشاركه بالعمل؟ في شخصيات- اسماء مثلا؟ لا، ما في اسماء ممثلين وفنانين، الكونسبت كله تغير يعني. في الشخصيات اللي تعودنا عليها نعمان، ملسون، جروجر اللي هو بس الموبت اللي احنا نتكلم عن الدمى اكثر شيء الموبتس. حلو. شخصيات كفنانين معنا شاب من السعوديه، فنان شاب صغير اول ظهور له، في حلو. معنا بنت من الامارات اول ظهور لها. والباقي كل الحلقات راح تكون عباره عن الدمى اللي احنا متعودين ان نشوفها، ان شاء الله بيكون شيء حلو. إن شاء زين الله. احنا جو غير عن الاولين. اتوقع انه راح مسؤولية يصير في كبيرة. مقارنه اكيد. اي نعم. مو خايفين من هذه المقارنه ان جيل نشأ على افتح يا سمسم وصار تعليمي ودراسه وكبير وما زلنا نتذكر تفاصيله، هل راح يكون في نفس المستوى بنفس احنا حاولنا يعني الموضوع هذا النفسي، هم خذوا الدراسه لان فتره اكثر من 20 سنه ما في السمسم احنا نسميه سمسم ستريت كان واقف في الفتره هذه، بس هم سووا دراسه المواضيع اللي تطرح وتقدم راح تناسب الفئه العمريه، الجيل الجديد، الجيل الكمبيوتر نتكلم، جيل الايباد، الجيل الجديد، بالاضافه الى البيسك التعليمي الاي بي سي. ننطر ابو محمد يضغط البرنامج باحد المسرحيات. لا احنا بالعكس احنا هو ابد هذا في الطبيعه في تحكي انجليزي ساعات احنا نتورط. ابو زيوش قاعد يقول نوم بالبدايه يقول ايش تبي يعني وين روح مني ولا مني؟ قال اقعد مكانك من قال لك. حلو. لا بالعكس احنا حتى احنا اليوم نشجع اي شيء جديد. حلو. واليوم البرامج تطورت. اليوم الحين انتم قبل اوراق يحطون حق المذيعين، الحين حطوا لهم هذا الجهاز. اي ايباد. اكيد. ها؟ حلو. فبالعكس يمكن جابر راح يطلع، وانا اعرفه رجل ذكي ما شاء الله. ترى هو اللي جايب لي بالسياره اسد. حلو. حق الرده. انا اعرف جابر اذا اشتغل حلو. يعني حلو شاطر. محمد. انا يشرفني حيزلزل الزلازل ان شاء الله اتمنى انا النجاح. انا يشرفني اني اكون احد متابعين ابو محمد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحين بسوي له انفولو. ايوه لا الانفولو هذا خالصين منه. تسوي له انفولو؟ انفولو بسوي له انفولو. ايه لا هو مسرحيه عمل. انفولو اللي بيسويها. لا انا عندنا مسرحيه كتاليف طبعا فاطمه العامر واخراج عبد العزيز الصفر اسمها انفولو، اشراف استاذ عيسى العلوي انتاجه، وتتكلم عن الانستغرام وهذا والسناب والامور هذه، وشون الناس قاعد تستغل هذه على قولتهم التواصل الاجتماعي بالشهره، للشهره، حتى السب والشتم. يعني في شغلات يعني ما في شغلات زينه، يعني نصائح خصوصا الشباب اللي ينصحون. نعم. يعني عندي واحد اسمه الله يذكره بالخير فهد بشاره من الشباب يعني عنده هالسوالف ينصح، وفي ناس تجي عكس، خصوصا بعد انا اتكلم على الناس اللي تعلق الكومنتات هاي يسمونها السب هذا، فاحنا هذه الشغلات قاعد اعلق عليها بالمسرحيه. انك توصل على ظهور الناس، انك تسب الناس، انك تهاجم الناس، انك تسوي روحك بالعريف، عرفت؟ في كل قضيه انت تدش فيها وتتكلم وتغلط، ليش؟ عرفت؟ نعم. وفي ناس لا والله مثل ما قلت لك جانب، يعني نتكلم عن الجانبين. نعم. زين ابو محمد انت بعد من الناس اللي ما شاء الله نشيطين بالانستغرام، إيه وجابر كلش مو نشيط. صحيح. جابر مو ماخذ له سكه الانستغرام صح؟ لا انا احس ترى على فكره ما عندي انستغرام ولا عندي تويتر.
يعني انت نهائياً. كلش نهائياً. وايد موخر عن الموضوع. ولا اكونت لي. هو احنا كممثلين يمكن اكثر من المخرجين او حتى يمكن من جانبكم نعم. يعني اللي نظهر على الشاشه سواء مسرح شويه الناس تبي تعرفنا اكثر. يعني جابر ترى خرج معهد عالي في المسرحيه وممثل زين بس اخذ الاخراج. لا فاحنا يمكن مطالبين باخبارنا حلو. اكثر من غيرنا. اكيد بلا يعني شك. على طاري السناب انا رحت شؤون حولي من يومين وطلعت في قناه من قنواتنا وتكلمت على موظفين 3 مساكين قاعد يداومون. انت حافظ اساميهم ابو عبد الله احمد وعدنان ومحسن واحد قال لها وكومة وان دق علي الاخ حمدان العنزي الحين احد المسؤولين قال ترى شفنا المقابله ورسالتك وصلت وراح نمدد الدوام ونريح الناس. الهيئه العامه للقوه. نعم. فانا اشكرهم والله على تجاوبهم السريع وهذا رساله من رسائلنا. الحمد لله. يعني اليوم الاخ احمد الموسى وانا احيي ايضا جمال الدوسري ايضا المدير السابق. نعم. نقول له تحيه وما قصرت الا ان هذه الرساله وصلت للناس. حلو. وتجاوب سريع. حلو. نبي المسرحيه العمل القادم ابو حمود وياك فنان صغير شاب جميل خالد المظفر. لا هو شاب كممثل زين بس مو جميل. جميل الله يحفظه. اي نعم. شلون شايف الشغل وياه ممتع وما شاء الله برز بالفتره الاخيره؟ خالد يذكرني وانا بادي ويا ابو عدنان وهالاسامي الكبيره وانا ما قاعد اكبر نفسي اني انا كبير لكن كبير الله سبحانه. حلو. مجتهد. شاهين الشاهين عندي حميد بلوشي يمكن قابلتوه من كم يوم. ضاري الشمري مرام اليوم ويانا. نور العميري ابو العباس هذه طبعا من القدامى. ايوب الشطي الشيخلي ابراهيم الشيخلي ولدي سلطان مجموعه شباب ما شاء الله. يعني انا بعد ان شاء الله ما انسى طبعا مهندسه الديكور فاطمه قامس من البنات الكويت وكلهم ما شاء الله كويتيين. يعني انا عندي بس سؤال حق جابر. تفضل. جابر اشتغلت من يعني برامج متميزه اللي هي مباشره ومسابقات. اي نعم. امانه يمكن مع طارق. اي نعم. فطارق من الناس اللي يعني صعبه انك انت توقفهم بمكان او تاخذ اضاءتهم بمكان. يعني هذا وايد يعني يبي لك مو كنترول يبي لك اكسترا كنترول. لا ابو محمد الاستاذ طارق العلي انا اتعلم منه صراحه يعني هو استاذ فنان. ابو محمد في الاستديو صح انه حركي. الحين بسويكم وتقولون عن الانفول وهذا تكلم مالك شغل فيني. فابو محمد في الاستديو لما يكون بالفلور حركي. يلا يقول يعني فلور انا وين قاعد يعني يكون في الاستديو يعني يكون حركي يكون يفاجئك باشياء. تفضل. بس على الهواء احنا حتى على الهواء موضوعنا عن الاستقرار. بس ابو محمد فنان ذكي دقيق سريع البديهه. حلو. وهذا اللي يأمنني لما اكون على الهواء معه. حلو. لما اشتغلت معه على الهواء يكون اسمع صوته اقطع كلامك بخير ابو زيونه. لا المصور يقول لي يقول لي يا طارق اوقف قارق فضحني. معقوله عصبي وديع ما شاء الله شكله حبيب مبتسم. انت تدري لو الحين انتم على الهواء شنو؟ في ابي مصور يلف يمين. ليش؟ ايش قاعد يرطن عليه بالانجليزي؟ شوف شوي الكادر شيء. طبعا نعمان حسين انا اوجه له تحيه ايضا مخرج منفذ كان ويانا بطارق هيونه وسوينا اعمال طيبه يعني. لا امانه يعني انا في مخرجين يمكن يسوون الاضاءه اللي هي السوفت اللي وين ما يتحرك المخرج الممثل او الستار يكون مأمن نفسه. ولا في مخرجين عندهم الاضاءه حلوه ومبدعه ونفس الوقت باماكن متاكد انه هو مغطي منطقه معينه ومطلع الاضاءه ولا كأنها هذه السوفت البيضه اللي انا واي احد ثاني ما يحبها اكيد مجربها. ليش احنا ما نحب السوفت؟ المذيعين ما يحبون السوفت. تسمحي لي بس تفضل ثواني. تفضل. هذا انا مو جاي عشان امدحه حبيبي. هذا تحدينا فيه. هذا شاب كويتي تحدينا فيه قناه اللي كنا نعرضها وجه لها تحيه وقلنا لهم هذا احسن من الاجنبي. يوم شافوا شغله قالوا ما هيك والله كويس. لا حلو شابر حابه وبعضهم يعني تحرشون تدري بعضهم لا شافوا هذا زين يطفشونه. قال اقعد على جنب
الكويت ينفع. حلو. الله طبعا يسلمك. العديد من الانجازات والاعمال اللي قدمتها كثير، وبتكلم عن برنامج وايد مهم وخطوه حلوه. نعم. تدري ان جابر الحربي وصل ديوان الاميري، عنده برنامج اسمه المبادر. انا نعم. ادري انه هو مسك اوبريت من اوبريتات الدوله. لا اي نعم. إيه صح. الوطن الى الوطن. إيه، الوطن الوطن. واحد من الاوبريتات الضخمه نعم. اللي تصير كل شهر 4 تقريبا. حلو. اللي كان فكنت وأيضاً أنت من- هذه الطفله اللي راحت تحضن سمو الامير سمو الله الامير يطول لما عمره. راح حق العود ولمته. كان أكيد. بشار الاسد يطالع كذي، يعني أكيد. شلون شعب شلون أكيد. هذه حال يلمونه. إيه ما شاء الله ما شاء الله يحفظه. جابر الحربي وصلت حتى برعايه من ديوان الاميري إيه وانت نعم. تستاهل. راح مع هذا اللقاء الجميل مع ضيوفنا طارق العلي وايضا المخرج جابر الحربي. استاذ جابر توقفنا عند برنامج المبادر وهو برعايه جميله من الديوان الاميري. كلمنا عن هذا البرنامج. المبادر فكرته برنامج صناعي، مجموعة مبادرين 40 شخص قدموا، وصل للنهائي 8 أشخاص. أختصر الموضوع بس إنه برعاية من ديوان الأميري وقطاع النفط بالكويت كله يعني. حلو. يعني ما بيذكر قطاع معين. كان منتج منفذ تلفزيون دولة الكويت. وأوجه كلمة شكر لمعالي وزير الإعلام الشيخ سلمان والصباح والنعم وهم طبعا طارق المزرم وطارق مزن وكيل وزاره ويستاهل يوسف مصطفى على اهتمامهم في الموضوع وتبنيهم انه هو منتج منفذ شركه المستقبل الاخت ابرار مسعود، المنتج الفني محمد حموده. الموضوع جدا حلو، كونسبت حلو، يدعم الشباب، يدعم شباب، قطاعات كبيره من الدوله معاهم، فاللي يفوز راح يعطونا تمويل مبلغ بمئات الالاف، ارض صناعيه يسوون له المصنع اللي يبيه، فثلاثه اللي فازوا راح يحصلون على كل الامور اللي يقول دعم ل 400,000 دينار. اي 400,000 دينار وممكن اكثر يعني. سمو الاميري معانا والديوان الاميري والاخوان كل الجهات اللي راعيه. حلو. العمل وايد حلو يعني ان شاء أنا الله ودي 1/9 راح يكون قاعد أقول لك وقت ريال. العرض في تلفزيون دوله الكويت، وفي اشياء تصورت خارج الكويت بروفيشنال. خارج أقول الكويت. ما لا شاء الله. لا انا بقول المعلومه انه هو ما شاء الله وصل للامم المتحده، اي اي يعني انت مخرج عالمي. الله يسلمك. يستاهل. شنو الامم المتحده؟ اقول حق العالم. الامم المتحده في 2004 الكويت كان لها احتفاليه في مبنى الامم المتحده، فخذينا فرقه التلفزيون الاوركسترا، وكان لنا السبق ان اول عمل لايف أكيد. ينقل من ستيج ما شاء الله. الامم المتحده. بس في احد الاعمال انا ما ادري شنو اسمه بالضبط، ان حظي بدعم من سمو ولي عهد ابو ظبي. إي نعم. الشيخ محمد بن زايد بن خالد الله نوجه له يحفظه. تحيه سمو ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد وشركه بدايه وكل الاخوان اللي قائمين على افتح يا سمسم الحين افتح يا سمسم. السيستم الجديد. الحين افتح قلبك. إيه. فبصراحه يعني انا اوجه لهم تحيه كبيره، كل الاخوان في حكومه ابو ظبي والاخوان اللي قدموا العمل هناك راح يقدمون شيء للطفل الخليجي، الطفل العربي اللي احنا مفتقدينه. الحمد لله. الجيل الجديد مفتقده، فان شاء الله 14/9 مع بدايه اول يوم دراسي راح الكل يشاهد العمل. حلو حلو. ابو حمود تناجرت ويا جابر الحربي؟ اي اكيد. اي ايش؟ اتناجر وياه انه ساعات يقطعنا ما يجي، طبعا يكون مشغول. ذاك اليوم عصبت عليه صدق. دشيت نوجه تحيه حق ديوانيه البارود. نعم في يوم. اي كيفان. دشيت ولقيته. دشيت ولا شو تقول؟ ابو محمد ابو محمد صبر. قام ضحكوا لي ديوانيه، لا والله ترى من زمان ما يانا. قلت لا 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 خله لا ولا تحاكيني ولا دللت. كان يقول زين خلاص انا راضيك تعال تفطر عندي. طبعا انا لا تقول لي تعال تفطر اي سالفه خلاص. بس انا شرف. اي جيت علشان والدتي الله يطول عمرها والده واخوانه خوش هنا. الحين احنا تفطرنا عنده بالبيت امس بالسياره بالبيت اسف، واحنا نتسحر انا ومحمود. شو تقول لي حلو هالبيت جابر ريح ولا امه وابوه ولا الله من طيبكم يا تعرف؟ محمد، من طيبكم. يا حلو جابر شوف الدرابه شنو. قلت له اي نعم. تقول ليش ما تتعلم منه؟ اوه لا شنو العفو الحال؟ شنو؟ تقول لا يعني قصد يعني شوف شو الدرب انت كله معصب انا بالبيت عصبي. السوالف الشياب يبغى هذا يبغى. لا لا ما تقدر تروح تسكنين بيتهم. قالت والله خلاص. صراحه شرف. يونس جابر. ما شفتيه بالشغل كان. لا وهو صدق عاد جابر كله شي كيوت. إيه. يعني مو ترى ذرب انا تاكسي. لا هو ذرب. حبيبي محمد على حبيبي. راسي. انا والله لا بس ما انت هاوش. عندي سؤال كنت سالتك اياه، قلت لك محمد ما تغار؟ شفتي وجهي انا؟ كلك حلا ابو. لا اي واضح انه ما حد بيطالعني. لا شوف احنا حريمنا جزاهم الله خير يعني يتحملون ويدقون عليها ناس وهذا ومجالنا مجال عود، لكن المرأة يعني دائما حريم الفنانين خلاص تهد الريل وتجاب لبيتها. يعني حتى ان عارفه واثقه ان ريلها
ما بيطالع مني ولا طالع. بعدين حتى الحرمه الحين يمكن انت اهم مراه تقول بعض الحريم عندهم مبدا الريال يلف وين بيرد؟ برد بيته. اكيد بلا شك. اكيد. إيه. صادق. بس هالحلو اكيد من ام محمد. والله لا اوجه لها تحيه. إيه. منو جايبه؟ لا هذا والله الامانه ام محمد جابت لكم انا. جابت لنا هذا من اخونا رائد شاي الضحى عندهم. شاي الضحى ها؟ فقال ود حق البرنامج. وايد حلو الحلو، يعطيهم الف عافيه ومشكورين على شاي الضحى. ومشكورين نونا سويت بعد، نونا سويت وليا سويت. نعم. على السويت. يعني الحلو ليا صح؟ قدموا ما قصروا. نوجه لهم تحيه. اكرمكم الله وما قصرتوا وشكله يشوق. وطارق اكيد راح تاخذ واحد ابو محمد. اي والله انا عاد حساوي نضرب على التمر ترى. باخذ بس عاد انا شوف السوالف هذا راح تاخذونه وياكم بالعافيه عليك. كل الشكر لمتابعينا في هذه الغبقه الجميله مع فنانين الجميلين طارق العلي وايضا جابر الحربي، وايضا الختام عند زميلتي حصه. أنا طبعا أشكركم وأشكر محمد وسعود وأشكر طبعا مشاعل المطوع الأزياء الحلوة وروان الكيبي وعبير على الشعر. نشوفكم إن شاء الله باكر في غبقة رمضانية. لا شكرا ونشوفكم باكر قبل هالوقت بساعة. نطرونا عبر شاشة تلفزيون الكويت.